أيها الشعب المصري العظيم، لقد أثبتت أنك قادر على أن تقود مسيرة الثورة بنفسك دون ارتباط بأي حزب أو تنظيم أو جماعة. وإن التحالف الوطني لدعم الشرعية وضد الانقلاب عندما قرر أن الشعب هو الذي يقود الثورة بنفسه، وأن الشعب هو صاحب الثورة هو صاحب المسيرة، فقد أدرك حقيقة أن الشعب المصري وقد هزته المذابح المروعة التي وقعت في ميدان رابع العدوية وميدان النهضة، وفي يوم جمعة الغضب الثانية في ميدان رمسيس وفي مسجد الفتح، والمجزرة التي جرت في أبو زعبل وفي سرايرة الترحيلات، والمجازر المروعة التي ارتكبتها قوات الأمن في محافظات عديدة. أدرك هذا الشعب أن عليه أن يستكمل ثورته وأن يقود مسيرته بنفسه ليحقق أهداف ثورة 25 يناير في العيش والحرية والكرامة الإنسانية. لقد أهدر الانقلاب الدموي الفاشي العسكري الذي اغتصب إرادة الشعب ووقف مسيرة المسار الديمقراطي الذي كان بدأ بعد ثورة يناير العظيمة. هذا الانقلاب أثبت أنه أهدر كل ما قام الشعب من أجله في ثورة 25 يناير، فلا عيش ولا حرية ولا كرامة إنسانية ولا أمل في عدالة اجتماعية. لهذا أحيي صمود هذا الشعب العظيم وثباته واستمراره طوال هذه الفترة أكثر من أسبوعين، وهو يقود المسيرات في القرى والنجوع والمراكز وكل المحافظات. أحيي بالذات المرأة المصرية التي فقدت الابن وفقدت الزوج وفقدت الأب، والتي تم اعتقالها وتعذيبها وتلفيق الاتهامات لها، ولم يصدها ذلك أو يمنعها عن الخروج اليومي والليلي في كل المظاهرات. أحيي الشباب الذي ابتكر وتنوع في ابتكار أساليب جديدة للاحتجاج ليثبت بها أن هذا الشعب سيكمل مسيرته وسيحقق آماله وأهدافه، وسيمضي قدما إلى أن يحقق في الموجة الثانية لثورة 25 يناير كل ما ثار من أجله ضد نظام مبارك، وأنه لن يسمح أبدا وإن خرج مبارك من سجنه وعاد أركان نظامه في الإعلام والاقتصاد والسياسة ليحاولوا أن يسيطروا على مقدرات هذا الشعب من جديد، سيثبت لهم الشعب أنه لهم بالمرصاد وأن الله لن يمكنهم من